هطول عليكم. الموضوع مش هياخد مننا اكتر من 5 دقايق. انا اهلاوي، متوتر زيكم قبل الماتش طبعا. فحبيت ان احنا ندردش مع بعض شوية قبل الماتش. النهاردة ماتش صعب، 90 دقيقة حياة او موت. بنلعب من اجل ده. سيبك بقى من كبريائك وسيبك من الكلام ده. احنا في بطولة خاصة بيننا وبين الاهلي والزمالك، فده ماتش وفي ماتش تاني. الجيل ده اصلا بيلاعب نفسه، صدقوني. الجيل ده بيحاول يثبت لنفسه قبل ما يثبت لنا احنا ان هو جيل تمام وان هم قد المسؤولية. ونتمنى يا رب النهارده يبقوا قد المسؤولية. 90 دقيقة يا جماعة، 90 دقيقة. العب من اجل ده، العب من اجل الكيان بس. روح الفانيلا الحمراء يا جماعة، استحضروها من فضلكم. اتمنى ان كابتن سيد عبد الحفيظ يكون قاعد معاهم شويه، اتمنى. انا مش عايز نكون بنحمل اللعيبه برضو ضغط كبير، بس هم في مكان مسؤوليه كبيره جدا جدا جدا. هم اللي حطوا نفسهم في الحته دي. نقول الضغط الجماهيري ده جه بسبب سوء النتائج. احنا اللي عملنا كده في نفسنا. غيرنا 5 مدربين. الوضع صعب جدا جدا، ومش احنا مش متعودين على ده في النادي الاهلي. ان شاء الله النهارده يبقى ماتش كويس. عايزين 11 راجل في الملعب، 11 راجل في الملعب. عايزين ايا كان الاسامي مين اللي هتلعب النهارده، ايا كان مين اللي هيلعب، ايا كان مين اللي هيقف جول، ايا كان ايه اللي هيحصل. احنا عايزين 11 بطل، 11 راجل بيجروا في الملعب من اول دقيقه لحد اخر دقيقه، من غير كسل. ارجوكم من غير كسل، ارجوكوا تاني من غير كسل. محدش هتكبر على الكوره. انتوا مش اكبر من الكوره، مفيش فريق اكبر من الكوره، اساميكم مش اكبر من الكوره. مع احترامي الكامل لحضراتكم جميعا، كلكم على راسي وكلكم اصلا بالنسبه لي. ده بالنسبه لي اهم حاجه في الموضوع. لو سمحتوا، لو سمحتوا نركز. يعني ايا كان مين اللي هيمثل الاهلي النهارده، احنا كلنا داعمين ليه، كلنا في ظهره. آسف لو كنت طولت عليكم شوية، بس دي دردشة مواطن أهلاوي قاعد على الكنبة مستني ومتوتر وبيدعي يقول يا رب. هيبقى معانا النهاردة شومان إن شاء الله من أرض الملعب، هينقل لنا أحداث وحصريات كتير بإذن الله. فنتمنى إن شاء الله النهاردة يبقى يوم أهلاوي جدا، وكلنا نحتفل في آخر اليوم بالبطولة، وإن شاء الله يبقى يوم سوبر أهلاوي. وبالتوفيق لنا جميعا يا رب إن شاء الله.